طلاب كتير بتسأل عن الفرق ما بين كلية التمريض والمعهد الفني الصحي. في الفيديو ده هنقولك ايه الفرق ما بين كلية التمريض والمعهد الفني الصحي وشروط التقديم والدراسة فيهم. تعتبر كلية التمريض من أكتر الكليات اللي ليها مستقبل. طلاب كتير بتحب تدخل كلية التمريض بسبب إنها بتدي فرص كتير بعد التخرج زي أخصائي تمريض. من شروط الالتحاق بالكلية حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، وإن اللغة الإنجليزية هي تبقى اللغة الأولى، وإن تكون نسبة النجاح في مادة الإنجليزي ما تقلش عن 75%، ولازم تفرغ التام للدراسة والعمل في المستشفيات أو بالعام التدريبي الإجباري، وإن يكون عنده لياقة طبية ويجتاز الكشف الطبي وينجح في اختبارات القبول في الكلية. ومن أقسام كلية التمريض قسم تمريض الأطفال، التمريض النفسي، صحة المجتمع، تمريض المسنين، العناية الجراحية والطوارئ، أمراض النساء والتوليد، والتمريض الباطني. وعدد سنين الدراسة في الكلية 4 سنين. ودي كانت كل التفاصيل عن كلية التمريض. أما المعهد الفني الصحي يعتبر من أشهر المعاهد الحكومية في مصر، وبيسمح للطالب بالدراسة العملية والنظرية، وبيتيح لخريجي معهد الفني الصحي الالتحاق بكلية التمريض والحصول على البكالوريوس. من شروط الالتحاق بالمعهد حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة، وإن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى، واجتياز اختبارات القبول. عدد سنين الدراسة في المعهد 2 بس، بالإضافة إلى 6 شهور تدريب وامتياز. وبعد ما اتكلمنا عن كلية التمريض والمعهد الفني الصحي نيجي بقى للأفضلية. في الحقيقة تعتبر كلية التمريض بشكل عام هي الأفضل، لأن مرتبات خريجي كلية التمريض أعلى من مرتبات خريجي معهد الفني الصحي، وكمستقبل هي أفضل بكتير. وبالرغم من ده إن معهد الفني الصحي ليه مميزات كتير، زي إن أنت هتتخرج بعد 2 بس، وبعدها بيتم تكليفك للعمل في المستشفيات أو المراكز الصحية. وبكده نكون خلصنا. كانت معاكم رحمة محمود من موقع أوان مصر.